السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة بإذن الله نعمل أحلى شوية جلاش بالجبنة مع فراخ كده ني في ني وشوية طاجن رز معمر، حاجة كده تحفة تستاهل بقكم. هنا نسمي الله ونشوف بقى يعني مقدارنا ايه. معايا هنا بصلتين متقطعين حلقات واتنين طماطم بردك حلقات، وفلفل رومي بردك نفس النظام حلقات كده او شرايح مدورة. ماشي، مش حتت صغيرة. نحط عليهم قالب ماجي ووحدتين ورق لوري ورشة فلفل اسود ورشة كمون وحبة دقة. الدقة دي احنا قلنا بديل للملح. ان شاء الله خلال الاسبوع ده باذن الله هعملها معاكم تاني. ومعايا هنا فرخة متقطعة مغسولة ومتقطعة ومتصفية وزي الفل زي ما انتوا شايفينها كده. هنا هتعملي احلى فراخ ني في ني، هتجربيها ومش هتندمي، يعني هتجربي الطريقة دي وهتعجبك قوي. دي هرسة الفلفل، ده فلفل سبايسي، يعني اللي حابب يحطه مش حابب ما يحطهاش براحته. بس هنقلب بقى كل الكلام ده في قلب بعضه. هتشوفوا بقى الخلطة دي اصلا لوحدها تتاكل زي السلطة كده. بصوا الفراخ بتاعتي مغسولة ومتقطعة ومنقوعة وزي الفل ومتصفية، اهم حاجة من المية بتاعتها. نحشي بقى كده تحت الجلد. تاخدي بقى الفراخ بتاعتك كده تحشي بقى تحت الجلد وفي اللحم بتاع الصدر بتاعتها، تحشيها كلها كده تظبطي الدنيا بتاعتك. بصوا، تحشي الفرخة بتاعتك كده من كل حتة فيها. والصدر بتاعك بصي، يعني الصدر دوت الحتة اللحمة دي كانت مفتوح، بيتحشي من تحت الجلد وبين اللحم كده عشان تبقى الحتة بتاعتي متبلة وطعمها زي الفل. بصوا بقى دوت الشوية اللي بقوا معايا هرشهم على الوش كده. شوية الخضار اللي بقوا معانا، الخضار ده اللي هو ايه، فلفل وبصل وطماطم متقطعين حلقات او يعني شرايح. بصوا مكان الطبق هنحط فيه قيمة كوباية مية، نفس الطبق اللي احنا مقطعين فيه الخضار والحاجات بتاعتنا. هنقطع فيه قيمة كوباية، يعني هنحط فيه مقدار كوباية مية صغيرة بتاعت الشاي دي، ورش رشة فلفل اسود كده على الوش. دي بتاخد معاك الفراخ في حتة تانية خالص. هناخدها بقى نولع عليها على البوتاجاز، على البوتاجاز بتاعك من فوق عادي، نغطيها ونولع عليها على البوتاجاز. هنا معايا زيتون مخلي وفلفل رومي بردك شرايح، وجبنة شيدر متقطعة كده شرايح او مبشورة. معايا هنا لف الجلاش والصينية. هنعمل شوية جلاش خفيف وحلو مش مكلف معاكي برضو، وطعمه جميل قوي قوي وهتجربيه وهيعجبك ان شاء الله. والجبن دي يعني ده براحتك، عايزه تحطي شيدر، عايزه تحطي ميكس، عايزه تحطي شيدر على الموتزاريلا على رومي زي ما انت ما عايزه، المتوفر عندك. انا اللي كان متوفر معايا الشيدر. هنجيب لفه الجلاش بتاعتنا اهي، وندهن الصينيه بتاعتنا سمنه الماده الدهنيه بتاعتها، ونمسك بقى لفه الجلاش بتاعتنا، نفرش بقى كده في القاع بتاعها في الصينيه. ورقة الحتة الزيادة اللي انت تشوفيها اتنيها من الجنب لتحت، مرة من ناحية دي ومرة من ناحية دي. وبين كل طبقتين وطبقتين هنرش رشة سمنة او زبدة تكون متسيحة معاكي كده، هي دي اللي هتخلي معاكي الجلاش مورق وزي ما انت ما هتشوفيه معايا دلوقتي في اخر الفيديو. بصوا ترصي ايه، نرص نص اللفة من تحت، يعني نحط نص لفة الجلاش وبعد كده الحشوة بتاعتنا ونحط نكمل بقى بقية لفة الجلاش بتاعتنا. اهو بصوا بقى الحشوة بتاعتنا، الفلفل الرومي متقطع معانا شرايح كده او حلقات معاكي، وزيتون مخلي برضو. الجلاش ده جميل قوي وخفيف وتاكلي منها ما تشبعيش، والله جربيها ومش هتندمي خالص. واقتصادي يعني في الظروف اللي احنا فيها دي. انت مش جبتي الحاجة فرخة فلازم بقى نمشي الدنيا جنبها. مش هينفع ده فراخ وده لحمة والكلام ده كله. بصوا اصلا شكل الحشوة بتاعتها اكنها بيتزا. ونديها بقى رشة سمنة او رشة زبدة، اللي احنا المادة الدهنية اللي انت بتدهني بيها. في ناس بتحط سمنة على زيت بردك عادي، بس الزيت لا، يعني زيت بس لوحده مش هينفع، هيبقى هينشف معاكي الدنيا. ممكن معلقتين من دوك سمنة ومعلقتين زيت كده هتظبطي الدنيا بتاعتك. ونكمل بقى بقيت رص الجلاش بتاعتنا. لسه داخل بقى يشوف الفيديو ما ينساش اللايك والشير والاشتراك معانا في القناة، ويا رب تجربوا وصفاتنا النهاردة بإذن الله وتعجبكم. ونفسي اللي يخش يشوف الفيديو يكتب لي كومنت حلو كده زيه، يفرحني يعني ان هو شايفه. بصوا بقى تقطعي الجلاش بتاعك دلوقتي قبل ما تسقيه وقبل ما تدخليه الفرن.
نمسكها كده عشان انت تعرفي تقطعيها ازاي. تجيبيها من النص، وبعد كده تروحي بقى قسمه النص الناحيه دي والنص الناحيه دي، هتطلع معاكي مظبوطه ومفيش حته اكبر من التانية. اهو زي ما انتوا بصوا القطعه طالعه معايا اكنها ما شاء الله مسطره، اكنها يعني ما شاء الله كله قد بعضه بالظبط. واديها بقى رشه سمنه كده من على الوش. والله يا جماعه جلاش ده هيعجبكم قوي قوي قوي، وخفيف جدا جدا جدا. بس وهنا بقى هوريكم الفراخ بتاعتنا وهي بتغلي اهي على البوتاجاز اهي. اول ما تغلي كده اروح بقى موطيه عليها النار واسيبها بقى تعيش حياتها. وفي نفس الوقت معايا هنا بضايه وعليها رشه فلفل اسود وكوبايه لبن. اللبن بتاعي ساقع ما يكونش سخن. وما عندكش لبن حطي كوبايه شوربه. عايزه تحطي شوربه على لبن حطي، بس ما يكونش الشوربه بتاعتك سخنه. وفي نفس وهنا بقى انا كنت بقى ايه مولعه الفرن بتاعي عشان تدخلي الجلاش في الفرن بتاعك يكون سخن. لو دخلتيه الفرن بتاعك بارد هيجرمز معاكي ومش هيبقى حلو. لكن لو تدخليه على الفرن بتاعك سخن كده هتلاقيه مورق ومش هياخد معاكي حاجات، يعني حاجات بسيطة جدا اهو. بصوا الفراخ بتاعتنا، بوريكم ان انا هديت عليها النار وهغطيها. ودخلنا الجلاش وولعنا على الفراخ. هنعمل بقى احلى شوية سلطة تحفة. بما ان يعني الايام دي ايام اللفت وموسم اللفت وموجود في كل حتة من زمان. هنجيب بقى عندنا كده حتتين لفت متخللين يستاهلوا بقكم، نقطعهم وعليهم قطيتين ونقطع بقى كل الكلام ده، مش هنحط عليها اي حاجة. احلى طبق سلطة خفيف. هنا بقى الجلاش بتاعنا كان خلاص، طلعت او هطلعه. حطينا هنا الصينية بتاعتنا الربع بتاعها رز. يعني مثلا الصينية دي بحط فيها ربع كيلو رز ومعلقة ملح وكيلو لبن مغلي. شايفة اللبن لازما يكون لسه طافي عليه كده. الرز بتاعك يكون مغسول مش منقوع، يتغسل ويتحط في الصينية على طول. حطي عليه معلقة ملح، ما تكتريش برضو الملح بتاعك قوي. وروحي حاطه عليه اللبن بتاعك يكون لسه طافي عليه. وحطي بقى اللبن على الرز على الملح وقلبي كل الكلام ده. وهنزل عليه نص كوبايه ميه مغليه او كوبايه ميه مغليه. هتشوفي دلوقتي معايا اهو بصوا، حبه ميه مغليين يعني التلات ارباع لبن والربع ميه. مش هنحط سمنه ولا اي حاجه. بصوا فتحنا الفرن بتاعنا كان لسه سخن، حطينا الرز والفرن الكهرباء ده متولع من فوق ومن تحت. والجلاش بتاعنا كنا خرجناه. هتاكلي احلى شويه رز معمر هتلاقيه تحفه مش هياخد معاكي اصلا. يعني انا عقبال ما قطعت الجلاش وطلعت الفراخ بتاعتي طفيت عليها اديتها وش بس كده في الشوايه على طول، كان الرز بتاعي خلاص استوى. ما بياخدش معاكي بالظبط ربع ساعه او 12 دقيقه في الفرن الكهرباء ده. بصي بقى الجلاش بتاعنا لسه طالع طازه يستاهل بقك. مورق معايا وسخن وتحفه، وهوريكي دلوقتي قلبه وهوريهولك السوا بتاعه فوق زي تحت. لا حطينا بقى بيكنج باودر ولا اي حاجه زي ما هما ما بيعملوا الكلام دوت. لا هو طالما انت مورقه معاكي كده الدنيا وبين كل طبقه وطبقه السمنه يبقى زي الفل. ده الرز بتاعنا اول ما خد لون واستوى واتشرب معايا كده هروح مطلعه بقى مدياله معلقتين سمنه بلدي حلوين كده يستاهلوا بقكم، واروح مدخلاه تاني. كده بقى خلاص انا كنت بقى هغرف. انا بقول لكم الرز ده ما بياخدش 12 دقيقه يعني ربع ساعه بالكتير قوي. بصوا الجلاش اهو كان تحفه. واللون فوق زي اللون تحت ذهبي كده وجميل قوي وخفيف، تاكلي منه ما تشبعيش ولا يوجع معدتك ولا اي حاجه. بصوا بقى احنا هنا كنا بنغرف اكلنا. يا رب تجربوه ان شاء الله ويعجبكم باذن الله وينول اعجابكم. وتاني مره معلش ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك معانا في القناه. ويا رب تجربوها ان شاء الله الوصفات دي وتكتبوا لي تقولوا ان انتوا جربتوا اي حاجه تفرح قلبي كده في كومنت زيكم. دي بقى السلطة بتاعتنا اهي، اللفت على الطماطم ما حطيناش اي حاجة تاني. لان اللفت بيبقى متحيق وهو يعني الملح اللي فيه بيعدل الدنيا معاه مع الطماطم. ما بتحتاجيش اصلا ان انت تحطي اي حاجة تاني. السلطة دي خفيفة وحلوة جدا. بصوا الفراخ بتاعتنا غرفنا بقى، بنغرف كده دلوقتي ونحط بقى الفراخ. كانت دايبة دوب، كانت دايبة يعني انا استوت
غليت كده ووطيت عليها وسبتها تغلي بقى على النار، على نار هاديه. واول ما اتشربت معايا واستوت وبقت زي الفل، دخلتها بس خدت لون مش شوايه بس، ما عملتش حاجه تاني اكتر من كده، وسويتها على البوتاجاز عادي. بصوا بقى، احنا هنا بقى كنا بنغرف اكلنا، وده الصوص بقى اللي هي منزلاه، حاجه كده تستاهل بقكم. اصل دي الغاليه لازم نعززها بقى، ده الحاجه فرخ. وده احلى طاجن رز، يستاهل بقكم برضو. كان لسه بصوا الاكل خارج كله سخن، كان ما شاء الله جميل وما خدش يعني ساعة زمن معانا. وده كان شكل بقى الغدا بتاعنا. يا رب تجربوه ان شاء الله ويعجبكم باذن الله. متنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك معنا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.